اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، وطبعا في حلقه جديده من برنامج قعده جدعان. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا من احدى الموضوعات اللي بتخص السوشيال ميديا، وهي الابتزاز الالكتروني او الخاص بالذات باختراق الحسابات والاكونتات الشخصيه وغيره. كمان اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هي عبارة عن حكاية عاوز أتوجه بالشكر الأول والتحية لمباحث طبعا الإنترنت، لأنها بتبذل مجهود فوق الفائق وفوق العادة. وطبعا بتتواصل مع كل الضحايا. يعني أنا شخصيا بصراحة حصل مع حد قريبي مشكلة ما، اتصلوا بيه شخصيا إنه يروح يتابع معاهم. ودي حاجة بصراحة من الحاجات الجديدة اللي ما كانتش موجودة قبل كده، لكن طبعا في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل حاجة بتتطور وكل حاجة بتتغير وكل حاجة إن شاء الله بإذن الله دايما وأبدا للأفضل. قبل ما نخش في موضوع حلقتنا، خلوني في البداية أرحب بزميلتي مروة. ازيك يا مروة؟ الحمد لله. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بكم الساده المشاهدين. معانا النهارده في حلقه جديده، وحلقه هنتكلم فيها عن قضايا النصب الالكتروني، وعن معانا ضيف النهارده هو للاسف اتعرض لقضيه نصب. هيتكلم فيها معانا ان شاء الله على كل حاجه حصلت معاه. ونرحب بسياده المستشار ياسر العبد. سياده المستشار محامي بالنقض والنائب السابق بالقضاء العسكري وعضو الهيئه العليا بحزب الوفد. اهلا وسهلا سياده المستشار. اهلا بك يا فندم. ومعانا الاستاذ ياسر عبد الرازق رجل اعمال. اهلا وسهلا استاذ ياسر، شرفتونا. طبعا احنا النهارده يعني عاملين ميكس حلو ويكون مفيد. الحاله، وكمان هنناقشها من ناحيه بقى القانونيه. عاوزين في الاول كده نسال سؤال عام قبل ما نخش في اي تفاصيل. ايه هي مفهوم الجريمه الالكترونيه وايه هي انواعها بشكل عام؟ اتفضل. الحقيقه الموضوع اللي بتتكلم فيه ده موضوع شيق وشائك وبقى حديث العصر. الجريمه الالكترونيه هو نشاط اجرامي، نشاط مؤثر بيقع على شبكات الانترنت او الكمبيوتر او المحمول. خدت بال حضرتك؟ ايوه. والهدف فيه يا اما تعطيل هذه الاجهزه، سواء كان محمول، سواء كان كمبيوتر، سواء كان شبكه الكترونيه، او الابتزاز المالي فيها، او اساءه السمعه، اساءه للسمعه. انت خدت بال حضرتك بتاع الشخص والتشهير بيه. بالظبط. ده نشاط اجرامي. واحنا عندنا الفقهاء يعني يمكن سموا الجريمه الالكترونيه كجريمه هي ولد غير شرعي نتيجه تزاوج حضرتك تكنولوجيا المعلومات مع العولمه. النهارده بقينا عالم مفتوح. خدت بال حضرتك؟ اصبحت هذه الجريمه النهارده منتشره الان. كانت الاول صعب اثبات هذه الجريمه، لكن الحمد لله احنا عندنا النهارده وكلاء نيابه وقضاه وضباط متخصصين النهارده خد بال حضرتك بيستطيعوا النهارده يمسكوا الادله فيها ويحققوا تحقيق جيد. وفي تطور كبير ما شاء الله في الفتره وبيقدموا فيها المتهم الى المحاكمه. الجريمه الالكترونيه دي انواعها كثيره. انت خدت بال حضرتك؟ ممكن تبقى بقصد الابتزاز، بقصد سرقه الحسابات الشخصيه، اللي هي الاميلات اللي على، مش المصرفيه، اللي هي الاميلات اللي على الموبايل النهارده. خدت بال حضرتك؟ ممكن تبقى بيع سلعه غير مشروعه، يعني انا اسرق النهارده حساباته الشخصيه وبعرض باسمه ببيع سلعه غير مشروعه. ممكن النهارده اهدده، ممكن النهارده اسيء لسمعته. واحنا سمعنا عن جرائم كثيره منهم الاخت اللي كانت رحمها الله انتحرت بسبب الاساءه لسمعتها. انت خدت بال حضرتك؟ فهي انواعها كثيره. عايز اقول النهارده ان هذه الجريمه ازاي الانسان يقي نفسه منها. اولا فور الوقوع فيها، خدت بال حضرتك، لابد انني اروح ابلغ الجهات المختصه. نعمل بلاغ على طول. على طول. أيوة. اعمل بلاغ، احافظ على حقي بقصد ان انا اصل الى هذا المجرم لكي ارضعه
كردع خاص ويحبس فيها. طب سياده المستشار معلش اقطع حضرتك، ايه الحاجات اللي انا امن نفسي بيها وانا رايح اعمل بلاغ اخدها معايا؟ يعني مثلا هل اعمل سكرين شوت، هل اصور المحادثه او الحاجه دي فيديو، اعمل ايه بالظبط عشان ابقى رايح بكافه الادله بتاعتي اللي اقدر اقدمها انا واستند عليها؟ عايز اريحك، بقول لك هو ما عليه الا الابلاغ. بلغ بس. مباحث الانترنت النهارده بتجيب هذه الحسابات وتتبعها وبتفرغها وتصل الى محتوياتها ايه، وتصل الى المحتوى اللي فيها وبتطلع الادله. يعني بس الإثبات ده انا عليهم ممكن هم. لو في اساءه ليا اخد سكرين شوت معي أيوة. بعض من الادله، خدت بال حضرتك، وبذهب بها الى الجهه المختصه. تمام. عندنا برضو الخط الساخن اللي هو 108 تبع وزاره الداخليه، اروح وابلغ عن هذه الجريمه ان انا وقعت ضحيه كذا كذا كذا، وهم بيتتبعوا هذه الاجراءات وبيعملوا هذه التحقيقات وبيقدموا المتهم الى المحاكمه لرده. معانا ضحية اليوم وأستاذ ياسر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. احنا حابين حضرتك توضح يعني وتحذر طبعا الناس من الموقف اللي حصل مع حضرتك، وتوجه لهم رسالة ان هم يخلي بالهم وان هم ما يدوش ثقة لحد، وازاي انت وقعت في القصة دي وتخليهم يخلي بالهم بعد كده. اتفضل حضرتك. أنا كنت في السعودية من 22 سنة، وكنت الحمد لله بحل مشاكل الناس كلها مصريين وأجانب. فالست دي كان عندها قطعة أرض، جالي الست اللي حصلت معاها المشكلة دي وعندها قطعة أرض عرضها عليا وأنا كنت رافض. والمهم اجتمعت معايا وقالت لي عشان خاطري وساعدني، وفي ساعتها بالفعل وكتبت عقد، والعقد ده موجود معايا. يعني بداية النصب مع حضرتك بدأت بحتة الأرض. نعم. قطعة الأرض. نعم. تمام. وطلعت أرض وهمية وهي مقرها في القاهرة هنا. أيوه. وبعد كده سرقت التليفون بتاعي في أثناء كتابة العقد. ده وانتوا كنتوا مع بعض؟ يعني كنتوا مع بعض وخدت التليفون؟ سرقت التليفون واخترقت حساباتي. والموضوع بقى اتشعبت، كان كل الشخصيات اللي معايا شخصيات عامة داخل وخارج البلد. وكلها كنت بشتغل في أماكن من أقوى الأماكن في السعودية. فكل الشخصيات اللي موجودة في التليفون شخصيات عامة. أخذت الحسابات دي وبدأت هي تتواصل معاك. تواصلت مع الناس دي كلها. طب انت حضرتك قعدت قد ايه بقى في السعودية؟ أنا بقالي 22 سنة بعد المشكلة دي. طب حضرتك بقى اشتغلت في مجال ايه او كنت بتشتغل في ايه في انا مقاولات، عندي شركه مقاولات في المقاولات. نعم. عندي شركه مقاولات هنا، ليا واحده في مصر وواحده في السعوديه. يعني بص انا عاوز حضرتك يعني نسترجع الذكريات شويه، انا معلش انا اسف بس نحكي القصه من البدايه. تمام خالص. هي لما جات لي انا جات لي في 2018. انا من 20 من سنه في السعوديه برضه صح؟ يعني هي كانت مقيمه في السعوديه كان معاها اقامه شغاله في بتعمل وجبات سريعه كده للناس. موظفه يعني. تمام. فجت عرضت عليها قطعه الارض دي في 2018. ده بحكم الشغل ان حضرتك شغال في المقاولات يعني. كنت انا معروف في منطقه اسمها الجبيل، اللي عنده مشكله ايا كان هو مين كنت بساعده كده لوجه الله. تمام. فالمهم جات لي عرضت عليها قطعه الارض دي واشتريتها وخدتها منها بالفعل وكتبت العقد وكتبت العقد وتواصلت معاها كم مره ونزلت ابحث عن الارض هنا، لقيت ارض وهميه. يعني حضرتك كتبت العقد معاها يا استاذ ياسر قبل ما تتاكد من وجود الارض ومن وجود صحه المكان وكل حاجه؟ قالت لي انا معايا عقد ارض واخده صحه توقيع في منطقه اسمها القادسيه وطلعت الارض وهميه. طب احنا عاوزين نرجع لسياده المستشار هنا. ازاي اتاكد ان لما اجي اشتري ارض بشكل عام، ازاي اقدر اتاكد ان الارض دي موجوده فعلا مش وهميه، من خلال المستندات ومن خلال الشكل العام والمعاينه وهكذا؟ اعمل ايه؟ والله هي المفروض انا بشتري حاجه ارجع لاوراقها واتحقق بان هذه الاوراق مطابقه للجهه التابعه لها. طب وهل ده حصل؟ معايا حضرتك؟ حضرتك ما تحققتش انه لا هي قالت لي ده ممكن 3 شهور كان بإلحاح منها او حاجه، بإلحاح وضغوط عليا واصحابي وكده، وقالت لي طب ساعدني لمده، لكن عندها مشاكل ماليه. برضه كتر خيرك كان عندها مشاكل ماليه. كانت فقالت لي هحل مشكلتي وهاخد، قلت لها الارض ما تزامنيش على الارض، قالت لي حتى لو فتره مؤقته. فالمهم خدت منها العقد وسرقت التليفون وشردت بقى، يعني اتصل عليها تقول لي الارض موجوده والارض سليمه وارتفعت واسعارها. تمام. طيب حضرتك دلوقتي بقى في حاله زي دي، ازاي نبدا او احنا بشكل عام ازاي ناخد بقى الورق بتاعنا ونضمن حقوقنا ونمشي قانوني ازاي؟ ما انا بقول لمعاليك زي التليفون المحمول ليه سند قانوني.
خدت بال حضرتك؟ برجع لهذا السند وبرجع لشركته، بحيث لو في اي حاجه اقدر افسخ هذا التعاقد وارجع عليها او اشتكيها بقضيه نصب. فيجب ان انا اطلع على هذه الاوراق جيدا، وان انا اشوف مصدر هذه الاوراق ايه، وان انا اشوف اذا كانت هذه الارض مسجله ولا مش مسجله، والمالك الحقيقي لهذه الارض، عشان اقوم بعمليه الشراء واكتب عقدي. ولكن هو يبدو ان هو راجل خيري، فايه وتحت تاثير تعاطف مع الوضع بتاعها وحب يساعدها. طب حضرتك استاذ ياسر، انت يعني حسيت مثلا ان الست دي حد يكون زقاها عليك مثلا، ولا أنا هي كانت جايه لك؟ انا ما بظنش في حد. ما كانش ليك مثلا عداوه مع حد او كده في التوقيت ده؟ انا عمري انا بخدم الناس بس 22 سنه اخدم. يعني هنقول القدر هو اللي وقعها في طريقها. وبعدين دي نزل سوق بقى، هي حد لعب في دماغها، دي مش دوري. هي طمعت. هي طمعت. ايوه. نزلت مصر، عملت محضر 9388 اداري بيه. طب احنا بقى عاوزين نسال سؤال مهم جدا. عاوزين يعني نوعي برضو الجمهور والساده المشاهدين ازاي، او من خلال برضو التجربه وحضرتك من خلال الرؤيه القانونيه، ازاي نقدر ننصح الجمهور بشكل عام انه ما يتعاملش بحسن النيه دي مره تانية، وانه حتى لو هو في نيته حاجه ياخد الحيطه والحذر زي ما بيقولوا يعني. تمام. هو في الايام دي متهيألي عدم الثقه انتهت، يعني ما تثقش في مخلوق إن كان مهما كان هو مين، لو اقرب الناس ليك انتهت. يعني بعد اللي انا شفته ده، لان انا اول مره اتحط في حياتي. صح. انا خدمت كل الناس طول عمري الحمد لله. بص، هو في الاول وفي الاخر عند ربنا طبعا، بس احنا عاوزين ناخد برضو الراي القانوني. انا قلت ما فيش في البيع والشراء حسن النيه. يعني هل اي ابرام اي تصرف قانوني خاضع لقواعد وقوانين، لكن بشتري حاجه اشوف اوراقها سليمه ولا لا. لكن العواطف لا، مالهاش دور هنا. وبالدليل ان هو النهارده ضحيه نموذج حي معانا ضحيه هذا النصب النهارده. وطبعا انت اشتكيت بموضوع الارض. ايوه. خدت فيه رقم اداره 9388 في شبيه، لان ارض وهميه. انا عاوز اسال حضرتك برضو سؤال تاني. انا مشكلتي بقى في التليفون. السؤال تاني، انا عارف ان هو حضرتك يعني تقصد انه من خلال التليفون طبعا انت كان ليك علاقات بناس وهكذا، فثقه فيهم ناس مين. انا قفلت شركه، معاهم. انا قفلت شركه وجيت لقيت نفسي هنا محارب في شركه عندي شركتي. ولقيت هنا نفسي محارب وقفلت الشركه هنا، وقفت بقيت يعني واقف تايه دلوقتي. انا مش عارف فين. خارج مصر وداخل مصر. نعم. طب انا هسال حضرتك على حاجه. انت كنت على معرفه قبل، يعني على معرفه بيها قبل ما تخش معاها؟ لا يعني ابدا. قالوا قولها 2018 عمري ما اتعاملت معاها. بس طب ازاي بقى هنا برضو سؤال، يعني ده خلي بالك سؤال جاي لنا برضو على الصفحه. اتفضل. من ضمن الاسئله، ازاي حضرتك ما تعرفهاش ووثقت فيها الثقه العمياء دي، خصوصا ان الموضوع يعني ما كانش زقه بسيطه، ده حضرتك بتتكلم في مبالغ. يا باشا بقى بالتفاصيل دي واحده. جالي 3. انا كان مشكلتي اللي زي ما قلت لحضرتك اللي بيجي عنده مشكله داخل البلد كان بيجي وانا احلها له. جالي 3 كان عمده المصريين يعني راحوا مكتب العمل. ايوه بقى انا اكلمك في تفاصيل. جاي في 3 راحوا مكتب العمل وانا مش موجود في المكتب. عندهم مشكله مع الست دي وعاوزين يعملوا معاها مشكله، سابتهم وهربت مصر. سابتهم، كانوا بيشتغلوا معاها بيعملوا بحث فوق السطوح. وسابتهم وهربت مصر. حلو كلام. انا هكلمك بتفاصيل وبشفافيه وقوه، ده صدق. انا ما بكذبش، يشهد الله. فجولي خدوا رقمي من مكتب العمل وقاموا متصلين عليا، قالوا احنا عندنا مشكله انت اللي تحلها. حاولت تتواصل مع اهل دي ما انا اتواصلت وعملوا لي قالوا لي بلوكات واللي افلام ثانيه. تهربوا منك. تهربوا مني. هي اللي بتوحيهم بكده. فما جولي المصريين حلت مشكلتكم ايه يا ابني؟ كذا خد الفلوس. ليك عندها فلوس ولا مالكش دخل بيها؟ دي واحده ست واستغفر ربنا الله يستر عليها. روح شوف مصلحتك. رضا الشيف رضا موافي من برامون، ومحمد رضا موافي من برامون، وخالد جوز بنته من برامون من المنصوره. يا سياده المستشار، دلوقتي تقييمك في الحالات اللي زي دي المفروض ان هو يعمل ايه؟ ما هو لجأ اشتكاها في قضايا نصب. وحصل على بعض الاحكام بتقول انا حصلت على احكام جنائيه ومدنيه وجاري التحقيق فيها، وطبعا وبيتحققوا الارض ديتي ملك مين بالظبط. هو يعني تلاحظوا ان الارض ديتي وهميه ملهاش اساس، ارض ملك الدوله لا تباع ولا تشترى. فدي بنسميها عندنا في القانون
جه اليوم اللي انسرق بس هو كان في حسن نيه من البدايه يعني. هو حسن نيه، حسن نيه، مش القانون ما يعرفش حسن طبعا النية. على اوراق ولكن ومستندات. هو برضو الغربة هناك وكمصرية بظروفها جدعانة بإلحاحها ابن عليه. مصر الشهم انت اللي خدت خلاك بال واقع. حضرتك بيحل مشاكل هي في الناس الاول هناك. وفي الاخر يعني زي ما يعني بنقول الحق اعرف عنه بالعاميه حاجات كده كانت كثيرة جدعنة. طيبة يعني. طيب وراجل احنا خيري عاوزين وليه في نعرف الله. عقوبات الجرائم الالكترونيه دي بشكل عام بتوصل لكام سنه؟ والله القانون شدد العقوبة فيها اه وغلظها، بتوصل ل3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة اه مع رد الأشياء. يعني إذا كانت استولت على شيء بترده. خدت بال حضرتك؟ كويس أيوة. جدا. اللي أنا عايز أقوله النهاردة، إزاي نوعي الناس عشان ما يقعوش في نفس ضحية الجريمة الإلكترونية زي بالظبط. احنا فعلا احنا محتاجين بقى روشته قانونيه من حضرتك كده نقدر نوعي بيها الناس استاذ هاني، بشكل انا كويس مشكلتي جدا. دلوقتي وليس التليفون، انا هي عملت لي مشاكل كبيره بره وهنا. انا اخدت الحمد لله عملت لها محضر في النيابه 6299 في نيابه سمنود. طيب بص، احنا وحولتها دلوقتي انا عاوز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. احنا الورق تمام والقانون بياخد مجراه، خدت 4. بس احنا عاوزين نتكلم في حته معينه جدا. هقول لسيادتك اهو. احنا مش عاوزين التجربه دي ان هي تتكرر تاني. هتنصح الناس بإيه؟ سياده المستشار بقى عايزك يوضح تتكلم لنا بعمل لك اكتر. اللازم. يعني انت بقى يا سياده المستشار دلوقتي انا محتاج منك تدينا روشته قانونيه تقول لنا فيها 1 2 3 4 هنعمل ايه عشان ما نكررش التجربه دي او ما تتكررش مع حد. أولا عشان أقي نفسي لازم أعمل باسورد قوي للجهاز بتاعي وما طلعش أي حد عليه أيا كان، بالظبط، عشان ما يخترقوش. ثانيا عندنا النهارده برضو النصب على التليفون كثير. الروابط العشوائية اللي بتجيلك حتى لو متعلقة بسلع، معظم هذه السلع سلع مضروبة ملهاش مصدر. خدت بال حضرتك؟ بيجي لك رابط عشوائي، ادخل مش عارف ايه، اعمل ايه، ادخل واتك هذا الرابط العشوائي مصيبة. تهكير يا طبعا. أيوة. يجب احنا ما نفتحوش اطلاقا ولا نقترب اليه. طب احنا نبلغ عن المواقع دي ازاي؟ لا، المفروض ان مباحث الانترنت بتتولى هذا. لا يعني احنا انا وقعت في الجريمه بنساعد. انا وقعت في الجريمه يبقى اروح ابلغ الجهه المسؤوله او الخط الساخن اللي هو 108 مخصص في مديريات الامن لهذا الموضوع. ثانيا عملت باسورد قوي ما بدخلش على الرابط العشوائي. النهارده الناس اللي لهم فلوس في البنوك النهارده بيربطوها على الموبايل. طبعا الابلكيشنات خدت بال الحاجات حضرتك دي. دايما عيني على حساباتي البنكيه. ايوه، مش اللي على الموبايل، مش حساباتي، مش الايميل بتاعي، حساباتي البنكيه. ايه اللي انصرف، ايه اللي ما انصرفش، اتابع ده. الرساله دي جايه منين، الرساله جايه انا ما سحبتش فلوس وانسحبت، يبقى اخطر البنك المسؤول. مثل هذه الاشياء كلها بيبقى الانسان في حمايه وضمان من انه يقع في فخ الجريمه الالكترونيه. الحرص الزائد ان أيوة. احنا نكون حريصين جدا على حساباتنا وعلى تعاملاتنا بالزبط. وعلى الاشخاص اللي محيطين بينا. ما نامنش لحد، ما نديش لحد الثقه العمياء. اكيد طبعا حضرتك التجربه اللي انت مريت بيها دي اكيد غيرتك 360 درجه، اكيد انا متاكده. سياده المستشار، حضرتك شايف ان اللي حصل مع الاستاذ ياسر ممكن يتعرض له ناس كتير قوي. ايوه. الموضوع مش ابتزاز الكتروني بس، في كمان حالات ان هم ممكن يدخلوا بالشكل العاطفي زي ما دخل الاستاذ ياسر والغيره والغيره والغيره، ومن باب مثلا انا ابني محتاج عمليه كبيره، ده انا بنتي مش عارف بتتجوز. ما هو ده اللي حصل معاه. هو ده اللي حاصل. ده اللي حصل معاه. بس انا عايز اطمن هذا الرجل واقول له ابشر. طبعا. احنا عندنا قضاء بخير. اكيد. وعندنا قضاء شامخ. قضاء عادل. وعندنا شرطه فعاله جدا وان كان خلي بالك معاه وان كان العبء عليها كثير كتر خيرها يعني. ايوه. فيعني انا بقول هو كده يعني وان شاء الله بالنسبه للمحضر يعني المعامله اتحولت مباحث الانترنت واخدين 4 قرارات من هو النيابه. ان شاء الله باذن الله هنا في مصر مفيش حد حقه بيضيع. الحمد لله كله بياخد حقه. اطمئني خالص. الحمد لله. ولكن احنا بنتكلم في حته ان احنا ما نخليش الناس تعيد التجربه
وتخش في الموضوع نفسه. لكن كده كده احنا الحمد لله عندنا بفضل الله الحمد لله. احسن اجهزه امنيه في الدنيا، يعني بفضل الله فعلا، وبفضل طبعا الاداره القويه للدوله المصريه وتحيا مصر بالتأكيد. طبعا اولا واخيرا، وكل سنه والامه العربيه والمسلمه هو لو بخير تأذني بس وسعاده. انا عايز اطمنه، اقول له انت إحنا- ماشي، اتفضل. انت ماشي كويس واتبعت الاجراءات القانونيه السليمه، تمام. والاوراق الوقت في مباحث الانترنت في طنطا، مظبوط. وان شاء الله هي بتبحث معاك جاهده هيتي لحل مشكلتك، واحكامك هتنفذ، واعلم تماما انه لا يسقط حق وراءه. انا مطالب. مشكلتي انا مظبوط. مشكلتي يا صح. استاذ كريم، احنا انا في استاذنا نقطه واحده بس. احنا استاذنا بص، احنا المشكلة- باذن الله انا باذن هسمع الله لحضرتك دقيقه طبعا، واحده. عشان بس وقت الحلقه لا هو تعليق للحديث مش ارقام. بقيه. انا مش ارقام، لا هو المشكله ان الحساب بتاعي شغال من 2018 باسمي باذن في الله. اعمال غير مشروعه. لا هو ده بقى، دي بقى مهمه الجهات الجهات المعنيه طبعا. الأمنية. هي مش هسيبها شيء. واحنا